السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الطري اللي هو الفلاحي اللي احنا عارفينه، اللي بيبقى طري جدا ده. بيبقى طعمه تحفه بجد. عايزه اقول لكم الريحه والله ولا اروع من كده. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله جدا ومكونات بسيطه جدا. عايزه اقول لكم المقدار كيلو دقيق وكوبايتين لبن ونص كوبايه سمنه. عملت معايا كميه ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. انا عايزه اقول لكم دي نص الكميه اللي طلعت كمان. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه. عشان ما اطولش عليكم ندخل مع بعض في الخطوات على طول ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. حابه بس اشكر كل الناس اللي بتتابعني، ومتشكره لكم جدا بجد، ومتشكره على الكومنتات الجميله اللي بتبعتوها. ومتشكره ان كل الناس اللي كانت بتسال عليا انا تعبانه، كتر خيركم بجد. يا رب ان شاء الله كده دايما كلنا في نجاح وتقدم ان شاء الله باذن الله. ونبدأ كده حبايبي نشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي ده كيلو دقيق طبعا منخول، وعندي دي كوبايه سمنه اي نوع انت بتحبيه على فكره، ولو عندك سمنه فلاحي طبعا بتبقى افضل. ودول عندي كوبايتين لبن رايب. هحتاج على الكلام ده معلقه ملح صغيره كده بالشكل ده، مش هحتاج اكتر من كده. هقلب المكونات الجافه كده مع بعض. ولا بنحتاج لا خميره ولا بودر ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنبتدي الاول نقول بسم الله كده، نضيف اللبن بتاعنا كده. زي ما اتفقنا دايما ما نضيفش الحاجه مره واحده، نضيف تدريجي كده بالراحه ونقلب كده لغايه ما نشوف هتاخد معانا ايه. وفي الاخر برضه هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. بس عشان هعمل العجينه بتاعتي وارجع اوريكم شكلها لما تخلص. وكده خلاص العجينه بتاعتي اتلمت بايدي بالشكل ده كده. معلش عشان جوزي معايا هو اللي بيعمل، مش بقدر اعجن بصراحه. هنبتدي نضيف السمنه بتاعتنا كده بالراحه. هحط بس نص كميه السمنه ونشوف محتاجه ايه. هلم بقى العجينه بالسمنه وارجع اوريكم شكلها. ودي كده حبايبي شكل العجينه بتاعتي بعد ما خلصت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طريه كده وملمسها حلو جدا. انا خدت معايا حوالي نص كوبايه سمنه بس. طبعا الكوبايه ما كانتش عندي مليانه قوي. يعني خدت المقدار معايا، اخد كوبايتين لبن وكيلو دقيق ونص كوبايه سمنه ومعلقه ملح صغيره. اظن المقادير ما فيش اسهل من كده. هنبتدي نقطع بقى العيش بتاعنا ده ونشوف شكله عامل ازاي. هنا هندي جبنه طبق او صينيه اي حاجه، حطينا فيها تعفير دقيق خفيفه خالص كده بالشكل ده. نبتدي ناخد العيش بتاعنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرغيف على حسب ما انت عايزاه. انا محتاجاها تكون طريه شويه، شايفينها بتلزق شويه معايا. لما تكون بتلزق معايا كده بتبقى افضل على فكره، بتطلع معايا طريه وجميله. طبعا احنا هنحطها على دقيق هيتماسك معانا شويه. لو انت حاسه ان هي بتلزق في ايديكي مش عارفه تتعاملي معاها، يا تبلي ايدك نقطه ميه بزيت، يا اما تحطي شويه دقيق صغيرين في ايدك. بصي هي مش محتاجه لا دقيق ولا اي حاجه، بس كده. بس هكمل بقيه الكميه وارجع لكم. وكده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي دي، اخر واحده كده بالشكل ده. شايفين شكلها كده؟ نلمها ببعض كده. ادي شكلها النهائي. بصوا ولا عجين لازق في ايدي ولا اي حاجه، طريه جدا في ايديا، جميله جدا العجينه ما شاء الله، حلوه جدا. بس اغطي العجين بتاعي واسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق. طبعا احنا اللي حاطين لا خميره ولا بودر ولا اي حاجه، مش محتاجينها تتخمر او حاجه. هسيبها بس ترتاح 10 دقايق ونرجع نشوف هنكمل مع بعض نعمل مع بعض ايه. وكده حبايبي نبدا نفرد العجين بتاعنا كده بالطريقه دي. نبتدي نحط الرغيف بتاعنا كده، نفرده كده بالطريقه دي، بطريقه سهله جدا. ممكن تفرديه كده بايدك وممكن تفرديه بالنشابه زي ما انت حابه. ممكن نعمله اللي هي الفراده دي كده بالشكل ده. انا عامله العيش صغير، لو انت حابه بقى كبري عن كده كبري. انا بحب يبقى الرغيف صغير خالص كده، اللي ياخده ما يرجعش منه تاني. بس كده بالطريقه دي اهو كده. نبتدي بس نضغط على الحروف كويس بالشكل ده. ناخد كده كمان واحد نفرده بالطريقه دي مع بعض. بصوا العجينه ما شاء الله لينه جدا وطريه جدا بجد. اكمل بقى العيش بتاعي كله بنفس الشكل ده كده، ونرجع نشوف شكله هنسويه مع بعض ازاي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبنفرد حبايبي العجين كده معايا بالشكل ده، العيش بالشكل ده كده. بنغطيه بس بفوطه ونبتدي بقى نسويه مع بعض. افرد الكميه كلها واحط طبقه تانية كده او كيس عليها، واحط عليها تانية او احط في صينيه تانية، مفيش اي مشكله. ونرجع نسويه مع بعض. كده شايفين الرغيف بتاعي بيرفع معايا ازاي؟ وطبعا مفيهوش خميره ولا اي حاجه، انا محتاجه بس يحمر معايا ويستوي كويس من جوه. كده شايفين شكله جميل كده ازاي؟ بس نبتدي نحط الرغيف اللي بعده كده. طبعا الطاسه عندنا الاول بتبقى سخنه خالص، او الصينيه انت تعملي فيها بتعلي النار عليها جدا، وبعد كده تهديها وتسيبيها براحتها. بس هسيبه كده شويه ونرجع نشوف شكله برضو. شايفين كده شكله عامل معايا ازاي؟ عايزه اقول لكم ما شاء الله شكله روعه بجد. عايزه اقول لكم الريحه مفيش اروع من كده. بصوا كده طري معايا خالص ازاي. تحشيه بقى جبنه، تحشيه اي حاجه انت عايزاها تحشيه بيها براحتك. شايفين شكله كده؟ عايزه اقول لكم ما شاء الله شايفين الريحه بتاعته. اللقمه بصوا عامله ازاي؟ بجد جميل جدا. ان شاء الله يعجبكم، جربوه لي رايكم فيه.
وده كده حبايبي الرقاق بتاعي بعد ما خلص، او الفطاير بتاعتي بعد ما خلصت. شايفين شكلها روعه بجد. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا وطعمها تحفه. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوها. واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.